فالسنه الجايه هي السنه اللي زي 2021، السنه اللي هي بتبقى جايه بعد المشاكل او المصايب اللي هي بتبقى جلوبالي. يعني احنا 2021 السنه اللي بعد الكورونا، 2024 السنه اللي بعد الانفليشن. ده على مستوى العالم بقى كله، بتبقى السنه اللي فيها فرص. كل اللي كان قدر فرصه في 2023 هي سنه كويسه، الكل يقدر ان هو يعمل فيها شغل كويس قوي. ده بالنسبه للماركت بتاع الريل ستيت. كل ما الماركتس اللي حواليك نايمه وضعيفه، فبتلاقي ان لو في ماركت بيكسب هتلاقي كل الناس بتتجه له. ده اللي حصل في 2021. خد بالك يعني كان الكاليبرز ايفن بيسيبوا الشغل بتاعهم ويدخلوا في الريل ستيت. هتلاقي في 2024 نفس الكلام برضه. ده بالنسبه للكاليبرز. الماركتنج هيبقى عنده فرصه اكبر ان هو عنده شغل اكتر، عنده لونشز اكتر، عنده اراضي كتير بتتفتح، عنده ديفلوبرز عايزين يبيعوا، لان هو بقى ملتزم بالكونستراكشن بروجرس في 2025 و 2027. فهو عنده سنتين يقدر ان هو يلم بيهم الفلوس، فلازم يعمل ماركتنج ويبتدي لو عنده مشاكل يبتدي بقى يغطي بقى عليها بسرعه. يعني عايزين ايه؟ بروجرس يبقى سريع. فالبلان بتاعته تبقى صغيره من 3 ل 6 شهور، ما اتحققتش يبقى عنده خساره على اخر السنه، بيقدر ان هو اتليست يكفر. يعني في 2024 في فرص ان هو يقدر ان هو يديفلوب ماركتنج تيم، ودي تبقى فرصه كويسه جدا لان في ناس كتير السنه اللي حصلت في 2023 عايز يستقر السنه الجايه. فيقدر ان هو يديفلوب ماركتنج تيم، ويقدر ان هو عنده فرصه ان هو لو يعمل تريننج لحد بشكل سريع هيبقى عنده الماركت مساعده ان هو الماركت هيبقى شغال كويس. حلو قوي. اللي كسب مره هيبقى عايز يكسب تاني، بس يبقى المره دي عنده تشويسز اكتر. يعني احنا السنه دي 2023 عنده مشكله ان كل ما يجي يحط اي واي في حته، لا احنا قفلنا، احنا عملنا برايس انجليز، احنا مبقناش نبيع دلوقتي، احنا عندنا بس قدام بقى في الاب كومينج، احنا العقود لسه ما خلصتش. فكمان انت برضه مش عارف يبيع عشان يعمل ريسيل حتى بعدها بشهرين ولا ب10، مش عارف يعمل كل الكلام ده. ف 2023 كان برضه مزنقه شويه على الكلاينتس. لسه كمان اوفر سيز عايز يعول فلوسه وعايز ينزل وعايز